يرجح عهد هذا المقام العتيق والمقدس المعروف بالغريبة إلى عام 586 قبل الحساب الإفرنجي، أي منذ خراب الهيكل الأول لسليمان تحت سلطة نبوخذ نصار ملك بابل، وقد وقع ترميمه عبر العصور. ويعتبر هذا المقام مركزا روحانيا لقراءة التوراة وعبادة الله، حيث يحتوي على مجمع من الحاخامين والشيوخ المنكبين يوميا على مطالعة الكتب المقدسة. كما تشوفوا توا في الفيديو هذا مدخل الغريبة، تحديدا المعبد وين يقيم اليهود الطقوس متاعهم. بالضبط باش نعطيكم اسم بالفرنسية كما كاتبين، ممكن سيناغوغ الغريبة كما تشوفوا فيه بالضبط. ولا هذا هو المدخل. تعزيزات أمنية مكثفة كما تشوفوا في الفيديو توا، تعزيزات أمنية مكثفة من مدخل جربة على القنطرة الرومانية حتى وصولا للغريبة. كما تشوفوا هذا المدخل. احنا توا داخلين المعبد الغريبة، كنيسة. عسلامة، كان تعرفنا هذايا شنو، خلينا نوروا الساعة اللي يتبعوا فينا. هذه شنو بالضبط البلاصة هذه؟ بنات الغريبة. هذه اللي بنت منها الغريبة، المعبد هذا يعني. اي من هذه مشيت معناها يجوا برشناج وقت يجر، والغريبة يحبوا يحطوا بعد السماعة يشعنوا يحطوا كعبات عظام. علاش العظام؟ يستعقدوا بالغريبة كيكا، يستعقدوا بالغريبة من احنا نحضرنا هذاك ساعات. هي علاش تسمت غريبة؟ ترى قولوا لنا. الغريبة خاطر هي كانت مبنية في الغابة، ما فيش بنية. تو على خاطر كثر البنية، من قبل كانت مغربة، كانت في قلب الغابة. شنو اللي في قلب الغابة؟ الغريبة. الغريبة كانت في قلب الغابة. هذه تخرجت منها المعبد هذايا. من الغريبة كل تبنات من البلاصة هذه. من هذه يجوا يحطوا الشموع والطقوس استعقاد، يطلبوا حاجة أكيد. به وهذاك اللي هذايا شنو بالضبط؟ هذاك البلاصة وين يصلي ربي. يصلوا لربي. بالعبراني يقولوا تيباء. اي هذيك يطلبوا فيها ربي طلباتهم. لا هذيك ربي يصلي فيها، وحنا ربي هو اللي يصلي غادي وانتم نتبعوه. وقتاش باش يتم الصلاة؟ معناها عندكم معلومة ان ربي باش يهبط يصلي غادي؟ كيفاش معناها؟ نهار السبت يجي يصلي ربي. اش معناها في السبت؟ نهار السبت. نهار السبت. معناها انتم مش نورمالمون نهار السبت ما تخدموا، بتعلقوا النشاط نتاعكم خاطر نهار السبت نهار مقدس عندكم. نهار السبت معناها حد صلاة، معناها لا خدمة لا سبت. وتجوا هنا تصلوا مع ربي. وقتاش يجي ربي يصلي؟ ربي يجي مع 9 نكملوا مع 11:30 تاع النهار. وتطلبوا اكيد ربي كيف بده يصلي؟ الصلاة الكل طليب. عندكم انتم الصلاة بتاعكم طلب ربي وكل باهي. فماش يهود جايين من برا، جايين من اسرائيل تحديدا. قلت شوية حجوا شوية. فما شكون جاي من اسرائيل؟ فما شوية من اسرائيل. والبقية موزعين على الدول الأوروبية اللي جايين من الدول الأوروبية. من فرنسا. أما عندكم يهود. الأغلبية من فرنسا ومن إيطاليا. والمعبد هذايا في سائر الأيام ما يخدمش، معناها يخدم يستقبل اليهود اللي عايشين في تونس. عايشين تونس ولا التوريست، يستقبل حتى التوريست، الجماعة كاملة يستقبل. يجوا يشوفوا المعبد شكرا. الاسم قلت لي؟ بيرس. بيرس. مشكور، يعطيك الصحة بيرس.